الخير ومساء عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب كله يكون تمام. لما نيجي نتكلم عن الموبايلات القويه في الفئه المتوسطه لازم نذكر، او لو سالت اي حد كده لازم هيقول لك او هيذكر في كلامه الريلمي 6 من شركه ريلمي والريدمي نوت 9 اس من شركه شاومي او من شركه ريدمي. الاتنين دول يعتبروا من اقوى الموبايلات اللي في الفئه المتوسطه حاليا في مصر، ودي حاجه مش غريبه عليهم بصراحه. هما كل سنه اصلا بينافسوا بعض في الفئه السعريه ديت، وكل سنه نيجي في فيديو شبه دوت نقول يا جدعان الموبايل اللي من شركه ريلمي هينافس الموبايل من شركه شاومي او من شركه ريدمي. هو كل سنه احنا متعودين على كده، ولكن السنه دي حصلت كده شويه تغييرات كتيره، لان انت عندك موبايل بيقدم مميزات يعني مش موجوده في موبايل تاني، شبه مثلا شاشات 90 هرتز، وعلى الناحيه التانيه النوت 9 اس ارخص من الريلمي 6، ويعني في كذا حاجه. فالسنه دي مختلفه شويه عن كل سنه، خصوصا ان الريلمي 6 وصل له كذا تحديث خلاه يتغير شويه في الاداء حاليا. فالمقارنات اللي كانت معموله زمان ممكن دلوقتي الكلام بتاعها ما يبقاش هو. فانا شايف ان الوقت دوت هو الوقت المناسب للمقارنه اكتر اصلا من اللي انا اعمل ريفيو للنوت 9 اس، لان خلاص كل الناس عملت ريفيو للموبايل دوت. ولكن مع ذلك في فيديو تاني جاي للريدمي نوت 9 اس هيكون في خلال الاسبوعين الجايين دول. انا شايف ان هو ممكن يبقى مفيد اكتر من الريفيو، عشان خلاص كل الناس عملت ريفيو للموبايل دوت. المهم اسف على المقدمه الطويله ديت، وخلينا دلوقتي نخش في المقارنه. واول حاجه نبدا بيها هي الديزاين. على عكس كل سنه بيبقى في تنافس شديد قوي، ولكن السنه دي مفيش، من رأيي انا مفيش تنافس شديد ما بين الشركتين. عندنا موبايل من البلاستيك وموبايل تاني من الازاز، الريلمي 6 من البلاستيك والنوت 9 اس من الازاز. واول ما تسمع كده هتعرف ان النوت 9 اس فيه مواد تصنيع احسن، دي حقيقه بصراحه. النوت 9 اس المواد التصنيع بتاعته احسن. انا واحد من الناس اللي بتحب الديزاين الفانكي شبه الريلمي 6 عادي، ولكن في الموبايلين دول عاجبني التصميم الكلاسيك اكتر بتاع النوت 9 اس. وكمان مواد التصنيع بتاعت الظهر باينه اللي هي ازاز. الموبايلين كده اصلا بيبصموا، ولكن في النوت 9 اس هو ازاز بيبصم اقل شويه. وكمان النوت 9 اس اتقل حبه حلوين عشان الموبايل فيه بطاريه اكبر. يعني هو مش اتقل كتير، ولكن بالنسبه لي برضو الموبايل تقيل دوت بيحسسني ان الموبايل بريميوم او الموبايل فيه حاجات غاليه كده، فالموبايل تقيل. تصميم الكاميرات هو في شركه ريلمي، هو في الريلمي 6 هو كان من الريلمي 3، على عكس الريدمي نوت 9 اس بيجي بتصميم كاميرات مختلف وشكله احسن بالنسبه لي. الموبايلين بيجوا ببروز كاميرات باين وكبير، ولكن برضو الموبايلين بيجوا بجرابات جوه العلبه عشان تغطي البروز بتاع الكاميرا دوت. حاجه بصراحه ما عجبتنيش في الديزاين او في البادي بتاع النوت 9 اس، انت لما بترج كده بتسمع في حاجه جوه بتتحرك، ودوت الموتور الخاص بالهابتيك فيدباك، او هو لما تيجي مثلا تظبط تايمر ولا حاجه تلاقي الموبايل بيعمل فايبريشن في ايدك. الموتور دوت هم حاطينه مخصوص عشان يعمل كده فايبريشن، يرد عليك بالحركات اللي انت بتعملها يعني. ولكن يعني كل ما بتهز الموبايل الموتور دوت بيتحرك. بصراحه ما كنتش حاسس بارتياح قوي وانا كده برج الموبايل وفي حاجه جوه بتتحرك، ولكن اظن دي حاجه بسيطه يعني، مع الوقت ممكن تتعود عليها، مش مشكله كبيره. الموبايلين كمان بيجوا ببصمه من الجنب جوه الزرار بتاع الباور، والبصمتين شغالين كويس، ولكن في تفوق باين للريلمي 6 في ناحيه السوفت وير. يعني في النوت 9 اس البصمه انا حاسس ان هي سريعه، ولكن هي بتاخد وقت عبال ما تفتح. الموبايل لازم يطلع لك انيميشن كده عشان يفتح، فمن اخر البصمتين قريبين من بعض لتفوق بسيط للريلمي 6. ولكن بالنسبه للفيس اي دي لو هو يفتح بوشك ففي فرق ملحوظ للريلمي 6 اسرع من النوت 9 اس. نيجي بقى لاكتر حاجه هتبص عليها في الموبايل وهي الشاشه. خلينا اكون صريح معاكم، في الاول لما شفت ان الكاميرا بتاعه النوت 9 اس حواليها كده زي دايره سودا قلت لا دي مش هتبقى الطف حاجه، ولكن لما حطيت الموبايلين جنب بعض تقريبا الخرمين اللي في الموبايلين قد بعض. يعني اي نعم الكاميرا اللي في النوت 9 اس حواليها كده شكل اسود بسيط او دايره سودا بسيطه، ولكن برضو الكاميرا الاماميه في الريلمي 6 كبيره شويه، فيعتبر الخرمين في الموبايلين قد بعض. والدايره السودا اللي حوالين النوت 9 اس ما كانتش مضايقاني قوي، ولكن ممكن تضايق ناس تاني. الشاشتين بيجوا فول اتش دي من نوع اي بي اس، ولكن شاشه النوت 9 اس اطول حاجه بسيطه واعرض حاجه بسيطه. انا ما كانش عندي مشكله في الطول، ولكن اللي هي اعرض حاجه بسيطه ديت يعني هو مش باينه قوي العرض ما بين الموبايلين، ولكن النوت 9 اس اعرض حاجه بسيطه فمسكته في الايد ممكن تبقى اكبر شويه. الشاشتين يعتبروا قريبين جدا من بعض. اقدر اقول كمان ان الوان الريلمي 6 احلى حاجه بسيطه صغيره جدا، لكن مش ملحوظه خالص، ما يعتبرش فرق كبير في الالوان. ولكن الحاجه اللي بتميز بقى الريلمي 6 اصلا اللي هو بيجي بشاشه 90 هرتز، ودي حاجه كفيله تخلي حد يروح يجيب الريلمي 6 وما يجيبش النوت 9 اس حتى لو كان ده بكام وده بكام. الموضوع ممكن يبان ان هو اوفر وكده، ولكن صدقوني لا، يعني ال 90 هرتز
بتبان جدا لما تحط موبايلين جنب بعض. انت ما بتكونش حاسسها لما تكون ماسك موبايلك على طول 90 هرتز، ولكن لما تحط موبايلين جنب بعض وتحس ان في فعلا الموبايل دوت اسرع حاجه بسيطه، ودوت يكون يعني عايد لان تردد الشاشه بتاعه اسرع، فساعتها بتعرف الفرق فعلا. فمن غير كلام الشاشه بتاعت الريلمي 6 احسن عشان بتيجي بتردد 90 هرتز. انا بنتكلم عن اداء، ودي اكتر حاجه لخبطتني، وركزوا معايا عشان ما تتلخبطوش انتوا كمان. الريلمي 6 بيجي بمعالج الجي 90 تي، والنوت 9 اس بيجي بمعالج سناب دراجون 720 جي. على الورق كده وبالارقام انه احسن الجي 90، ولكن احنا مش بنحكم بالارقام. انا اصلا بميل اكتر للمعالجات بتاعت سناب دراجون عشان بتوفر اكتر في البطاريه وعشان كذا حاجه تاني، ولكن في الحقيقه انا بصراحه شايف فرق ملحوظ في الاداء لصالح الريلمي 6 اذا كان في الالعاب او في التصفح. فخلينا كده ناخد الاداء واحده واحده. اول حاجه الاداء بتاع التصفح والحاجات العاديه ديت، انا شايف ان الريلمي 6 يتفوق عشان اول حاجه الشاشه ال 90 هرتز اللي بتديك ايحاء ان الموبايل اسرع. تاني حاجه عشان السوفت وير بتاع الريلمي اي اللي هو انا شايفه برده احسن من السوفت وير بتاع شاومي حاليا، اللي هو الام يو اي اللي لسه لغايه دلوقتي فيه باجز وفي حبه مشاكل كده بتبقى غير منطقيه ومش عند كله، يعني ممكن تلاقي عند حد مشكله مش عند حد تاني. ولما نيجي للالعاب فاداء الموبايلين دول كان قريب من بعض، ولكن بعد التحديثات اللي جت للريلمي 6 مثلا في لعبه شبه ببجي على الريلمي 6 النسخه ال 4 جيجا بايت رام، اللعبه بقت تشتغل على اتش دي ار وهاي، على عكس النوت 9 اس اللي هي لغايه دلوقتي بتشتغل على هاي وهاي. فخليني اقول لكم ان في الاداء اللي هو بتاع التصفح وكده في فرق لصالح الريلمي 6، وفي الالعاب في فرق بسيط برضو لصالح الريلمي 6. ولكن انا بكلم دوت مش قصدي ان اداء النوت 9 اس وحش، اداء النوت 9 لسه ممتاز، ولسه لما نتكلم عن السعر هنلاقي ان في فرق سعر كبير ما بين الموبايلين دول، فيعني لسه برضو السعر بيفرق شويه. المهم الريلمي 6 في منه نسخه 4 جيجا بايت رام وديت اللي انا كنت بجربها، وفي منه نسخه اكبر 8 جيجا بايت رام، والنوت 9 اس في نسخه 4 جيجا بايت رام برضو وديت اللي كنت بجربها في نسخه اكبر 6 جيجا بايت رام. نيجي بقى نتكلم عن الكاميرات. عشان اكون صريح معاكم انا مش هقدر قوي احكم في الكاميرات، والشهاده بتاعتي هتبقى مجروحه بالنسبه للكاميرات النوت 9 اس لان انا ما جربتش الكاميرات بتاعته بالمقدار الكافي اللي تخليني احكم عليه. ولكن كانطباع اولي بالنسبه للكاميرا بتاعت النوت 9 اس مقارنه بالريلمي 6 فالارقام فعلا ما بتفرقش قوي. الريلمي 6 بيجي بكاميرا 64 ميجا بكسل، والنوت 9 اس بيجي بكاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل، ولكن الاثنين بيطلعوا صور قريبه جدا من بعض. كانطباع برضه اولي الريلمي 6 بيعرف يظبط الدايناميك رينج احسن من النوت 9 اس، وبيطلع الوان احسن شويه من النوت 9 اس. هكذا برضه في الكاميرا الاماميه، احنا على طول متعودين بصراحه من شركه شاومي، ودي كانت يعني المشكله بتاعتي في كل الكاميرات بتاعت شركه شاومي، ان في الكاميرات الاماميه والخلفيه السكين تون بتبقى واقعيه قوي ولكن بتبقى بيضة جدا، يعني مش بتحس ان البشره مصفره شويه، على عكس ريلمي بتعرف تظبط شويه السكين تونز بتاعتها. ولكن الكاميرتين هنا قريبين جدا من بعض، يعني مفيش موبايل هتقول لا ده كاميراته سيئه جدا مش هينفع اجيبه، لا الكاميرتين هنا كويسين وقريبين من بعض. بالنسبه للسماعات اللي في الموبايلين فخليني اسمعكم دلوقتي صوت السماعه بتاعه الموبايلين وانتوا بنفسكم تقدروا تحكموا. زي ما انتوا سمعتوا دوت الفرق ما بين الموبايلين بالنسبه للصوت. ممكن تقولوا رايكم في الكومنتات تحت عشان لو الناس عايز تعرف اكتر يعني راي الناس هتلاقوا يعني اكتبوا في الكومنتات، وانت لو عايز تعرف راي ناس خش على الكومنتات، وبرضه هتلاقوا من فوق كده في اختيارات اختاروا زي ما انتوا عايزين. لما نيجي نتكلم على الشبكات فشركه ريدمي من الشركات اللي في ناس كتير كانت بتشتكي من الشبكه في الموبايلات بتاعتها، ولكن انا بصراحه لغايه دلوقتي ما شفتش اي مشكله في الموبايل معايا بالنسبه للشبكه، ولكن ديت حاجه تعتمد على المكان اللي انت ساكن فيه، تعتمد على الوقت الموبايل بقاله معاك، ممكن كمان سنه يحصل مشكله، ممكن في ظروف معينه تلاقي مشكله، ولكن انا في ظروفي انا ما لقيتش اي مشكله ولا في الريلمي 6 ولا في النوت 9 اس. لما نتكلم عن البطاريات فهنا في فرق حبه حلوين ما بين البطاريتين بتوع الجهاز. النوت 9 اس بيجي ببطاريه 5020 ملي امبير، والريلمي
الريلمي 6 بيجي ببطاريه 4300 ملي امبير، ففي تفوق هنا للنوت 9 اس، لكن في تفوق للريلمي 6 من ناحيه الشحن السريع. فهنا الريلمي 6 بيجي بشحن 30 واط، بيشحن تقريبا 100% في ساعه و10 دقائق، ولكن النوت 9 اس بيشحن 100% تقريبا في ساعتين او ساعتين وحاجه بسيطه يعني. والشحن اللي بيجي جوه علبه النوت 9 اس هو 22 واط، اكبر اصلا من الشحن بتاع الموبايل. الموبايل بيشحن 18 واط ولكن بيجي بشحن 22 واط، ويعني بس هو حاليا بيشحن 18 واط. بالنسبه للبطاريه ففي تفوق ملحوظ قوي للنوت 9 اس، مش بس عشان بطاريته اكبر ولكن كمان عشان البروسيسور اللي فيه بيستهلك طاقه اقل، وكمان عشان الشاشه بتاعته عاديه. الشاشات ال 90 هرتز بتاخد طاقه اكبر، ولكن انت برضه عندك في الريلمي 6 اختيار انك تخلي الشاشه بتاعتك 60 هرتز عادي. فانت هنا برضه لازم تختار ما بين حاجتين. هنا عندك سعه بطاريه اكبر في النوت 9 اس وشحن اسرع في الريلمي 6. اخر حاجه خلينا نتكلم عليها وهي السعر. النسخه ال 4 جيجا بايت في الريلمي 6 تيجي ب 3390 جنيه، والنسخه ال 8 جيجا بايت رام بتيجي ب 4490 جنيه. ولكن بالنسبه للنوت 9 اس فالنسخه الصغيره بتيجي ب 3333 جنيه، والنسخه الكبيره بتيجي ب 3777 جنيه. ولكن هي النسخه الكبيره 6 جيجا بايت رام مش 8 جيجا بايت رام. بصراحه من رايي في التسعير شركه شاومي سعرت اسعار ممتازه جدا بالنسبه للنوت 9 اس. شركه ريلمي ما سعرتش اسعار وحشه، ولكن سعرت اسعار غاليه شويه بالنسبه للمستهلكين اللي كانوا متوقعينه يعني. ولكن لما نيجي برضه حته الفلوس ديت، في ناس كتير تقول لك لا احنا هنشتري بالمره، يعني مش فارقه 500 جنيه او 600 جنيه، احنا بنجيب موبايل بالمره عشان يقعد مثلا سنه او سنتين معانا. ولكن في ناس تاني كتير خالص بتكون فارقه معاها على ال 100 او ال 200 جنيه، وبيكون هي دي البادجت بتاعتهم اللي عايزين يجيبوا بيها الموبايل. مهم احب اعرف جدا رايكم في المقارنه، وايه رايكم انه موبايل يستحق اكتر من التاني في الكومنتات تحت. ولو في اي حد عايز يقول رايه برضه يقول رايه في الكومنتات تحت. ولو انت عايز تعرف اراء اكتر عن المقارنه ما بين الموبايلين دول، انزل على الكومنتات هتلاقي في ناس كتير كتبت ارائها عشان برضه تكون سمعت اكتر من راي. دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. الفتره الجايه فيها فيديوهات كتير جدا، وفيديوهات يعني فيها كونتنت تقيل شويه، فاستنوا الفتره اللي جايه بمنتهى الصبر عشان فعلا فيها فيديوهات كويسه. كمان ما تنساش تعمل لنا فولو على الانستجرام تحت، بننزل هناك حاجات حصريه كل يوم كده او كل يومين، فهتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. ما تنساش تعمل فولو هناك. ولو انت اول مره شفنا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعل الزرار بتاع الجرس. دي كانت كل حاجه الفيديو بتاع النهارده. شكرا على شفتوا الفيديو، واسف لو طولت عليكم، واشوفكم في الفيديوهات اللي جايه. سلام.